من شعبان تقوم الأسر اللبنانية بالخروج في نزهة تعرف بسيبانة رمضان كآخر مرة لتناول الطعام في أوقات النهار، فيما تزين فوانيس رمضان الشوارع ومداخل المساجد، وأكبرها في العالم في العاصمة بيروت بالقرب من مسجد الأمين، وآخر في مدينة النبطي الجنوبية. المسحرات في لبنان ما زال رمزا وشاهدا على العبق الأصيل في هذه الأيام المباركة، وتبقى لليالي رمضان في صيدا جنوبي لبنان مكانة خاصة، حيث السوق لا يعرف ليلا والمقاهي لا تغلق حتى الفجر في جو طاغ من التراحم والمودة. مدينة طرابلس شمالية لبنان تجوب شوارعها فرق من الصوفية قبل حلول الشهر بأيام، مرددين الأناشيد والمدائح النبوية لتهيئة الناس للصوم. ويحرص كثيرون من أهالي المدينة في الشهر الكريم على زيارة الأثر النبوي في جامع المنصور الكبير والتبرك منه، وهو عبارة عن شعرة واحدة من لحية الرسول عليه الصلاة والسلام. المائدة اللبنانية غنية بأطايب الأطباق، غير أنها لا تخلو من السلطات، وخاصة الفتوش المعد من العديد من أنواع الخضار مع الخبز المحمص. والحلويات اللبنانية اللذيذة هي الأكثر شهرة في رمضان. يحيي مسلمو لبنان ليالي رمضان في المساجد والزوايا والتكايا بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم وصلاة التراويح وأحياء ليالي القدر. ويقيم البعض موالد للمدائح النبوية، وتنظم جمعيات إسلامية مسابقات القرآن الكريم. تزينت بيروت هذا العام بمهرجان رمضانيات بيروتية في محاولة لإعادة إحياء التراث البيروتي القديم خلال الشهر المبارك، والترويج له من خلال استعراض مزيج رائع من الأعمال الفنية والحرفية اللبنانية التقليدية والمعاصرة، بما فيها الفن التشكيلي والنحت والموزاييك والأزياء التقليدية. ويقدم المهرجان عروضات حية للرسم التشكيلي وللفن التركي الرسم على الماء، ولحرفيين في قرية لبنانية نموذجية، وآخر حكواتي أصيل في لبنان مع تخصيص مساحة لبراءة الأطفال. المهرجان شكل صلة وصل بين هوية بيروت القديمة وحضارتها، وبين ابتكارات الحاضر المواكبة للعصر، بإحيائه قيم التواصل والتكافل والعطاء الاجتماعي وتعزيز الروابط الاجتماعية وغيرها من القيم الدينية العظيمة المتجسدة في الشهر الفضيل. وأعطى فسحة لتبادل الثقافات بين لبنان وباقي الدول العربية والأجنبية باستعراض عادات وتقاليد ومأكولات خاصة بهم. لعل هذا المهرجان استطاع أن يختصر أجواء رمضان اللبنانية، وليكتمل المشهد تأخذ الأجواء الروحانية مجدها مع الفتلة المولوية للدراويش.